to be with you today. Yeah. Maybe you know Rêveberiya. Nice to see you. So you know, I came with my friends. You know them. You know Natalie. You know Sophie. Happy to see everybody. Ladies and gentlemen, I'm Ambassador Eric Chevalier. I came here to meet with my very good and old friend, Dr. Abdul Karim. I came here in Kamishlo at the premises of the administration of the Northeast Syria, because I wanted to share with my friend about the situation together with my delegation. This is the first trip abroad for me for the last 4 months, because you know we had this terrible epidemic worldwide, but also in France, so we didn't travel. And my first trip abroad since beginning of March is here together with my friend to be able to discuss the situation of the region, and we have very productive and very useful talks, and I really thank my dear friend Abdul Karim for this very useful meeting. Thank you. سعيدين جدا باللقاء مع الصديق سعادة السفير إيريك، وهي أول زيارة له منذ أشهر نتيجة لانتشار جائحة الكورونا. مواضيع كثيرة تبادلنا وجهات النظر فيها بخصوص الوضع بشكل عام في سوريا والوضع في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. تبادلنا وجهات النظر بخصوص الحوار الكردي وأهميته لهذه المنطقة وللإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وهي قوة أيضا للمعارضة الوطنية والديمقراطية. في حوارنا أو في مفاوضاتنا المستقبلية مع النظام من خلال اجتماعات جنيف واللجنة الدستورية وفق القرارات الدولية 2254، وأيضا تبادلنا وجهات النظر بخصوص قانون قيصر وتداعياته على هذه المنطقة وبصورة خاصة، والمنطقة تعيش بحصار بعد إغلاق معبر اليعربية الكوشر وضرورة فتح هذا المعبر لتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية. وبصورة خاصة يعيش في هذه المنطقة مئات الآلاف من النازحين من المناطق الأخرى، وبوجود عشرات المخيمات. أيضا تبادلنا وجهات النظر بخصوص العملية السياسية وضرورة بضرورة حل أزمة سوريا بعد كل هذه السنوات من عمر الأزمة، وبناء سوريا جديدة ديمقراطية. مواضيع كثيرة كانت محل نقاش وتبادلنا وجهات نظر، وكانت وجهات النظر متقاربة بخصوص كل هذه المسائل، ومنها موضوع مخيمات داعش وضرورة مواجهة هذه المشكلة التي هي جزء من حملتنا الدولية أو استمرارية لحملتنا الدولية في مواجهة الإرهاب، محاكمة الدواعش وضرورة أن يأخذ العدل المجرى. كل هذه كانت مواضيع تبادلنا وجهات النظر فيها حولها، وكانت وجهات النظر بالحقيقة متقاربة في أغلب هذه المواضيع التي تم نقاشها. محاكمة مرتزقة داعش قبل الآن الإدارة الذاتية الديمقراطية كانت لها بعض المناشدات من أجل تشكيل محكمة لمرتزقة داعش في مناطق شمال وشرق سوريا. تم النقاش عن هذا الموضوع؟ نعم، تم النقاش حول هذا الموضوع، وطلبنا من أصدقائنا الفرنسيين أن يلعبوا دورا في هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع أخذ وقتا طويلا، وهناك ضرورة للبدء بهذه المحاكمة لكي يأخذ العدل مجراه. ونحن نعتقد هذه المحاكمة يجب أن تجري في هذه المنطقة لسببين. السبب الأول لأن الجرائم ارتكبت بحق شعوب هذه المنطقة، والسبب الآخر وهو بأننا في هذه المنطقة نملك الأدلة والإثباتات التي تدين هؤلاء المجرمين. لذلك طلبنا من أصدقائنا الفرنسيين من جديد أن يدعموا طلبنا بمحاكمة هؤلاء المجرمين في هذه المنطقة. Happy to see you again. Very